والنعم قسمان: القسم الأول منها جلائل النعم، جلائل النعم الكبيرة التي يعبد الله بها، التي هي سبب دخول الجنة. هذه جلائل النعم 7. النعمة الأولى نعمة الخلق، فالإنسان لا يستطيع أن يخلق نفسه، ولا يستطيع أبوه أن يخلقه، ولا يستطيع أحد أن يخلقه. هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله جل جلاله. فمن لم يخلقه الله ما وجد أصلا. إذا نعمة الخلق نعمة عظيمة جدا. النعمة الثانية نعمة الاستطاعة، فالله خلق كثيرا من الخلائق مشلولين عادمين للعقول، عادمين للأسماع والأبصار، لا يستطيعون الحركة، هؤلاء لا يستطيعون التصرف، لا جهادا ولا عبادة ولا أداء لأي تصرف. لكن نعمة الاستطاعة أن الله أعطاك استطاعة تستطيع بها أن تدرس وأن تتعلم وأن تصلي وأن تتحرك وأن تفعل، هذه نعمة عظيمة، هي نعمة الاستطاعة. النعمة الثالثة نعمة التشريع، أنه شرع لك ما تعبده به. فلو أن الله خلقنا وأعطانا الاستطاعة وقال لنا اعبدوني، لكنه لم يشرع لنا هذه العبادة، كيف نعبده؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا يمكن أن توصل إليه نفعا ولا ضرا، كيف تعبده إذا لم يشرع لك؟ فكانت نعمة التشريع من أكبر النعم، أنه شرع لك ما تعبده به. النعمة الرابعة نعمة التعليم، أنه علمك ما شرع لك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعمة العلم نعمة عظيمة جدا. الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. فكثير من الناس خلقهم الله وأعطاهم الاستطاعة وشرع لهم الأحكام، ولكنهم لم يتعلموا، فكانوا جهالا يمضون ويمشون ويأتون، لا يفكر أحد منهم في أمر الآخرة، ولا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم. يفتح الله أبوابه أمامهم على مصراعيها فولوها ظهورهم، فهؤلاء هم المعرضون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فقد أقبل على الله، ولذلك جاء يريد النجاة، يريد أن يعرف الطريق، يريد أن يتعلم. فكانت نعمة عظيمة هي نعمة التعليم. النعمة الخامسة نعمة التوفيق. كثير من الناس خلقهم الله وأعطاهم الاستطاعة وقد شرع لهم الشرائع وعلمهم علوما كثيرة، ولكنهم أعرضوا فلم يعملوا بما تعلموا، لأن الله ما وفقهم لذلك. لأن هذه النعم الأربعة الأولى إبليس مشارك فيها. إبليس خلقه الله، أعطاه الاستطاعة، شرع له العبادات والأحكام وعلمه، لكنه ما وفقه، فما حصل على النعمة الخامسة التي هي نعمة التوفيق. وهذه النعمة تجدون أثرها، تجدون الإنسان الضعيف في جسمه ولكن الله وفقه للطاعات، تجدون الإنسان الفقير ولكن الله وفقه للإنفاق، تجدون الإنسان المشغول المهموم ولكن الله وفقه للإنتاج، انتج شيئا نافعا للأمة، ترك أثرا. هذا توفيق الله، وهذا التوفيق نعمة عظيمة جدا. فمن اختار الله أن يوفقه فقد سلك به طريق الاستقامة وطريق الهدى. ثم بعد ذلك النعمة السادسة نعمة القبول. فهذه الأعمال الصالحة إذا لم يتقبلها الله لا فائدة فيها. فالله قال في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
خاشعة عاملة ناصبة، ولكنها سبحان الله ما تقبل الله منها، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فنعمة القبول نعمة عظيمة جدا، إنما يتقبل الله من المتقين. النعمة السابعة من جلائل النعم هي نعمة المضاعفة، فالله ضاعف الحسنات لعباده المؤمنين ولم يضاعف عليهم السيئات. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذه المضاعفة أقلها إلى 10 ولا حد لأكثرها، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يصلي رجلان في الصف تمس أعضاء كل واحد منهما أعضاء الآخر، فيسلمان من الصلاة، فيكتب لهذا 1,000,000,000 صلاة ولهذا 10 صلوات فقط، لأن الله علم من قلب هذا من الإقبال والصدق والخشوع والحضور ما جعل المضاعفة في حقه كبيرة، وعلم من هذا من الإعراض والالتفات القلبي ما جعل التضعيف لا يتجاوز 10. ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير مما التفت إليه. فهذه قضية المضاعفة نعمة عظيمة جدا. غير هذا من النعم الأخرى لا حصر لها نعم الجلب ونعم الدفع. نعم الجلب كالأرزاق وإنزال المطر والعافية والهواء النقي والطعام والشراب والدواء واللباس والسكن والإيواء، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي. هذه نعم الجلب. نعم الدفع ما يدفع الله عن الناس من البلايا والأمراض والحوادث والصواعق والأنواع الأضرار التي لا حصر لها، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذه نعمة الدفع يراها الإنسان عيانا عندما يزور المستشفيات، فيرى هذا يصرخ ويرى هذا معلقا برجله ويرى هذا معلقا برقبته ويرى هذا قد انتزعت عينه ويرى هذا قد جعل له القسطرة لإخراج من جسمه من جوفه، ويرى هذا لا يستطيع أن يتكلم وقد ثقبت له القصبة الهوائية للتنفس منها، فيرى نعمة الدفع. أنواع من الأمراض هائلة، أنواع السرطانات، أنواع الأمراض الأخرى، فيتذكر الإنسان نعمة الدفع، أن الله دفع عنا من أنواع البلاء ما لا يخطر على بال. نحمد الله على نعمة الدفع وعلى نعمة الجلب. هذه النعم هي فرصة لاستغلالها، فإذا لم يستغلها الإنسان كانت وبالا عليه. ومنها هذه الدقائق والثواني والأيام والليالي، ومنها الإجازة الصيفية، هذه نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هذه الإجازة الصيفية نعمة غبن بها كثير من الناس. كثير من الشباب عندما تأتي الإجازة لا يخططون لاستغلالها في أي أمر نافع، فتمضي وتضيع عدة من أعمارهم، واقتربوا بها إلى الموت وإلى الدار الآخرة ولكن لم ينتفعوا. فنحن الآن في قطار يجري بنا لا نستشعر جريانه، وقد مررنا ب7 محطات على الطريق، وما زال أمامنا محطتان فقط، أمامنا محطتان. المحطة القادمة ما اسمها؟ الموت. والمحطة التي بعدها اسمها البعث بعد الموت. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه المحطة الأولى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، المحطة الثانية،
ثم خلقنا النطفة علقة، هذه المحطة الثالثة. فخلقنا العلقة مضغة، المحطة الرابعة. فخلقنا المضغة عظاما، المحطة الخامسة. فكسونا العظام لحما، المحطة السادسة. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه المحطة السابعة. وهي حياتنا الدنيوية، معناه ميلاد الإنسان وتناميه بعد مولده، فيمر بكثير من الأطوار، الضعف ثم القوة ثم الضعف والشيبة، هذه كلها أطوار هذه الحياة. ثم بعد ذلك المحطة اللاحقة الثامنة هي ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم المحطة التي بعدها ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه محطات القطار. القطار مسرع بنا منطلق ولا يتوقف إلا في محطة، وقد جاوزنا الآن 7 محطات وبقي لنا محطتان فقط من 9 محطات هي محطات هذا الطريق، هذا القطار. فعلى الإنسان أن يبادر لاستغلال هذا العمر قبل فواته، وإذا فات يعلموا أنه لا يتداركه، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.